بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نبتدي بمجموعه اسئله. مساء الخير يا ابونا، انا صاحبه السؤال اللي سالت على الانفصال السري لكي لا تشعر ابنتي بانفصالي عن والدها. ده كان سؤال بعتته واحده من فتره بتقول الراي ان لو كان زوجها تعبها قوي ان هما ينفصلوا جوه البيت، يعني بس ايه، مش عايزه تنفصل انفصال يجرح البنت. يعني ابونا، انا سمعت السلسله بتاعه الاحتمال والصبر والمثابره، وسمعت عظه عن العلاقه مع الله. قلت حينها كل المحاضرات التي تسمعونها لكي تفتح نفسك ان تقعد مع ربنا. يظهر استعانه كلمات يمكن انا قلتها مش فاكر. منذ ارسال السؤال السابق وأنا عندي موعد ثابت مع ربنا كل يوم، بدأت محبة زوجي تكبر بالرغم من كل عيوبه، والمشاكل تصغر مع العلم أنه لم يتغير. لم أعد نهائيا أنزعج من تصرفاته. هدفي أن يكون زوجي مع المسيح، بالدموع أصلي من أجله. بكل مرة يغضب أو يحاول جرحي أقول يا رب ما زلت بانتظار أن يكون بيتي مسيحي، يدي ويد زوجي معا لنصلي جميعا. بعت هذه الرسالة لأقول شكرا للرب على كل كلمة من كلمات الله ربنا بيبعتها لينا. بص يا ولاد، هو نموذج حلو قوي لواحدة كانت بتشتكي خالص من عيب جوزها، انها مش قادرة تتواصل معاه، فهي أخضعت نفسها مش لفكرها ولا لآراء صحباتها، هي أخضعت نفسها لصوت ربنا، واعتبرت ان بعض الكلمات اللي سمعتها في عظات او سمعتها فين انا مش عارف ده صوت ربنا ليها، فابتدت تجاهد في الاحتمال، تجاهد في الصبر، تجاهد في الصلاة. الغريب ان جوزها ما اتغيرش. امال مين اللي اتغير؟ هي قلبها وسع، طولت بالها على جوزها قوي، حبت جوزها ولا زالت تترجى عمل الله. بصراحة ربنا يديها نعمة فوق نعمة، لأن هذا هو العمل الأصيل للزوجة القبطية المسيحية اللي بتعاني مع مشاكل زوجية. مش المرجع بتاعها الفيسبوك والكلام الفارغ اللي بيتقال في الميديا، يلا اشتري دماغك الحق اللي باقي من عمرك. لا، دي جهدت جهاد وابتدت تحس ان ربنا بيغير. اعتقد ان دي رسالة لينا كلنا كنموذج مسيحي لإنسان عاوز يحافظ على سر الزيجة، ما بيستسهلش الحلول بتاع العالم، إن كل واحد يشتغل على نفسه من أجل الله، وربنا هيديله في قلبه نعمة إنه يقبل الطرف التاني حتى لو ما كانش لسه اتغير. السؤال اللي بعده، أنا متجوزة وجوزي متسبب في أذى جسدي ونفسي ليا ولعيالي. المهم بعد 10 سنين جواز وتدخل كثير من المحاميين والكنيسة والأهالي، قررنا كل واحد يعيش في مكان لكن من غير طلاق. هو بيعطيني 5000 جنيه كل شهر مصاريف للعيال تشمل كل شيء ما عدا الإيجار. أطلع منها عشور ولا مع منه؟ هو مدام الراجل هو صاحب الدخل وهو صاحب المرتب، هو مسؤول أمام الله على انه يدفع العشور، والمبلغ اللي بيدفعه للزوجه من اجل الاعاله او من اجل الاعاشه ما عليهوش عشور، لانه هو المسؤول من اجمالي الدخل انه يدفع ايه؟ عشور. لان العشور مش بيتعشر مرتين. يعني انا مثلا باخد مرتب 10000 جنيه، مش هدفع 1000 جنيه عشور مثلا وبعدين اروح مراتي اقول لها ادي 6000 جنيه مصروف البيت فتدفع هي منهم عشور تانية. العشور بيدفع مره واحده وهو المسؤول مش انت. أنا متزوجة من 7 سنين ومعايا طفلة واحدة عمرها 6 سنين. زوجي للأسف نرجسي، أخذ كل فلوسي وأجبرني إن أنا أسيب شغلي، وطول الوقت خناق ومهاترات لدرجة البنت زي ما يكون عندها حالة نفسية من كتر الخناق اللي بتشوفه قدامها. دلوقتي بنتي ليها فترة كبيرة كل شوية تعيط وتقول لي عاوزة أخوات. أنا على طول لوحدي، وفي الكنيسة بقعد لوحدي، وفي البيت يا ماما لوحدي، وإنتوا بتتخانقوا وتسيبوني. خايفة من ان انا افضل وحدي طول عمري. ده كلام البنت. انا في ضغط عصبي شديد بسبب الحوار ده. مش عارفه هل الافضل اوافق بالخلفه تاني من شخص زي ده، ولا في الوقت نفسه بقول طيب ما بنتي ملهاش ذنب وما عندهاش اي طريقه تانيه يبقى ليها اخوات في الحياه غير الاب المؤذي ده، خصوصا
انه دورت في الحوار التبني وطلع مفيش تبني علشان اخاوي بنتي، ممكن ترشدني اعمل ايه؟ او حتى تقول المفروض افكر ازاي عشان اخد القرار السليم؟ لا يا بنتي، ده قرار شخصي قوي قوي. انت تصلي وتحطي الموضوع قدام ربنا فترة من الصلاة والصوم، ويا ريت يبقى الصوم الكبير هو فرصة انك انت تخلي الصوم ده من اجل الغرض وارشاد ربنا. 2، اب اعترافك يرشدك. انا مش هقول رأيي الشخصي، لكن طبعا اذا كان بالصفات اللي انت بتقوليها، وانا ما سمعتش الا من طرف واحد، انا ما سمعتش الا من طرف واحد، انا ما اعرفش لو سمعت منه او الناس التانية هتقول ايه، لكن لو هو بالصفات ده يعني انا اعتقد الوضع هيبقى صعب ان احنا بنزود المشاكل بطفل تاني. وممكن البنت من خلال صداقات، ده بيبقوا اختين في سن واحد او اخين في سن واحد وبيتخانقوا طول النهار ومش حبايب في بيت واحد، فمش بالضروري اللي عايزاه البنت هو المطلوب، بس صلي عشان تعرفي ايه المطلوب. ومثالي اب اعترافك اللي تدخل في المشاكل هو اللي يقدر يحكم على شخصية زوجك اذا كان يصلح ان يكون اب لابن تاني ولا لا. انا سني 31 سنة متجوزة، لا ما ده اللي قلناه. انا في واحد صاحبي عرفني طريقة على الابليكيشن بتاع فودافون، الطريقة دي بتخليني اعمل باقة مرة واحدة بس في الشهر، وافضل اجددها كل ما تخلص طول الشهر من غير ما ادفع فلوس. انا بدفع مرة واحدة بس في الشهر، وبقية الشهر افضل اجددها من خلال البرنامج ببلاش. هو قال لي دي ثغرة في البرنامج، هو ده كده سرقة؟ ولو سرقة ما انا ما خدتش حاجة من حد. لا يا شيخ ما انت خدت كام جيجا يعني، انت خدت. لا يا ابني، دي سرقة. ما دام بتستخدم حاجة او بتاخد حاجة مش من حقك تاخدها وبدون اذن صاحبها، تقع تحت خطية عدم الامانة، وبالتالي هي سرقة. واعتقد بتوع الشركة ما دام سمعونا النهارده، لو سمعونا هيدوروا على الثغرة ويسدوها. انا في واحد صاحبي، لا ده خلاص، انا متابعه قدسك في العظات، وفي عظه عن زواج ارثوذكسيه من ماروني، وقلت غير محبذ لكن غير ممنوع. قال انا مش ممكن اكون قلت كده، مش ممكن اكون قلت كده، ما تقولنيش حاجه وتقول انا سمعتها لك. لا، انا قلت عشان نتجوز يبقى احنا الاتنين متحدي المله والطائفه، ولازم الاخ الماروني يغير يبقى ارثوذكس، فمش هينفع نجوزك في كنيسه. انا ما قلتش من غير محبذ لكن يلا، انا ما قلتش كده خالص، انا قلت لازم الاثنين يكونوا ايه؟ ارثوذكس. فاولا فرضيه السؤال غلط، وخاصه ان لا يوجد لدي اولاد ولا يوجد تذبذب في العقائد. سؤالي الثاني، هل بزواجي انا اصبحت انجيليه؟ هو اساسا المارون كاثوليك مش انجيليين، ده قصه داخله في بعض خالص. بالتبعية، وخصوصا ان لم ولن اترك طائفة الارثوذكسية ومتابعة على التناول وبتتناول كمان، ولا امارس عقائدهم الانجيلية، وزوجي ارثوذكسي متعمد لكن ظروف زواجه الاولى منعته من السماح له بتطليق كنسي او ان ياخد تصريح كنسي بسبب جنود زوجته، فاضطر لتغيير الطائفة لتطليقها، وزواجه مني في كنيسة إنجيلية ولكننا لا نذهب أو نمارس طقوسهم في كنيستهم. أنا آسف إن أنا أقول لك، ما دام أنت اتجوزتي زيجة مش جوه الكنيسة وبإرادتك وعارفة إنك أنت هتتجوزي من غير تصريح كنيسة لزوجك أو ليه، يبقى ما تقدريش تتناولي في الكنيسة الأرثوذكسية. هذه الزيجة يعترف بها اجتماعيا ويعترف بها قانونا مدنيا ولا يعترف بها كنسيا، وبالتالي مش هينفع تتناولي طالما انت اتجوزتي جوازة خارج الكنيسة. أرجوكي شوفي أب اعتراف وشوفي قانون توبة وشوفي نصلح الوضع ده إزاي، سواء من خلال أب اعتراف أو المجلس الإكليريكي، لكن لغاية كده ما تتناوليش يا بنتي. أنا أدمنت القمار، دخلته بالصدفة، وفي بداية الموضوع وصلت لمكاسب ما كنتش أتوقعها، يعني حقق مكاسب من القمار كتيرة قوي قوي قوي. وقتها كنت خاطب والدنيا اتغيرت في عينيا، حسيت ان اقدر اوصل لكل حاجة واعمل كل حاجة، الفلوس كتيرة قوي،
لكن في لمح البصر خسرت كل الفلوس، وما بقتش شايف غير اني لازم اعوضهم، وقعدت استلف في محاولات اني اعوض، وفعلا عوضت شوية لكن الطمع عماني وخسرت الفلوس تاني. القريبين مني لحقوني مرتين، يعني اخواته وابوه وعمامه، وفي المرة التانية قالوا لي دي آخر فرصة، لكن بعد فترة بكل غباء رجعت تاني. دلوقتي أنا مديون بقروض كتيرة وفلوس مش عارف إزاي أسددها، وسرقت حاجات ومش عارف أواجههم إزاي ولا أعمل إيه. أرجوك ارشدني، آسف على الإطالة. هناخد كذا درس. أول درس القمار. القمار يا جماعة إدمان أعلى من أي إدمان، يعني زي الهيروين كده وزي ادمان الكحول. الكحول ادمانه سيء زي الهيروين بالظبط. والقمار يستحوذ على الانسان، فلو كسبان حاسس الليله دي بتاعته، ازاي اقوم، ما هي مدياني دي ليلتي. ولو خسران لازم اعوض، وان شاء الله اكثر بس نسبة الخسارة، بدل ما اكون خسران 5000 جنيه النهاردة اهو اروح خسران 2000، مش 5، ويخسر اكتر. ولم ارى في حياتي سواء قبل الكهنوت او بعد الكهنوت انسان لعب قمار وكسب. ولد من ولادي راح ولاية في امريكا مشهورة بالقمار، ففي اول ليله، هم الاوتيل هناك بيبقى على حسابهم، يعني يكفي انك انت هتلعب. في اول ليله كسب $8000. بعت لاخوه قال له انا جاي لك تاني يوم. فراح تاني يوم، اخوه كان خسر ال8 اللي كسبهم وخسر فوقيهم 1000. قال له هنعوض. خسروا فوقيهم 10. فيا جماعة ده قصة قديمة، يعني يمكن كان الدولار ساعتها ب4 جنيه ولا حاجة زي كده، أو 3 جنيه و40 قرش، لكن هي القمار إدمان. فالدرس الأول، اوعى تلعب قمار ولو الدور، مفيش أيامكم قرش ساغ، ولو الدور ب10 قروش أو بقشاطة، والقشاطة تساوي 50 قرش. ممنوع. بيمتلكك ويتملكك ويسيطر عليك وملكش مخرج منه، وانت مش اشطر من الناس اللي باعت فيلل وباعت قصور وباعت عربيات عشان ما تخشش السجن. ده درس ليكوا انتوا، وعمرها ما تيجي بهزار، وهي دايما بتبتدي بهزار وتلاقي نفسك بتكسب ومبسوط. الاحساس بتاع المكسب بانبساط حتى لو بقشاط. لما هتقلب بفلوس مش هتعرف تبطل. ارجوكوا 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 ما تتلعبش خالص باي حاجه. دي نمره 1. نمرة 2، الورطة اللي انت فيها دي، اهلك وقفوا معاك مرة و2 وقالوا لك دي اخر مرة، وانت مديون بحاجات كتير. انا مش يا ابني قاسي، انا اب، بس لعل في بعض الاحيان لابد ان يواجه الانسان اخطائه ويدفع ثمنها حتى لو دخل السجن. مش بتمنهولك، بس مين هيدي لك تاني؟ وايه الضمان لو جمعوا من بعض 200-300 ألف جنيه ودي تبقى 3 مرة، وده لو حصل انك انت هتعمل ايه؟ انا هقول لك هتعمل ايه عشان عارف ادمان القمار. عارف هتعمل ايه؟ هتسدد 200,000 وتلعب ب100,000 عشان تعوض. ولو عوضت مش هتسدد الناس اللي سددت لك، بدليل ان هم وقفوا معاه اول مرة ولما لموا له ما سددش، حتى لما كسب ده خسر اللي كسبه. فهتفضل في دايرة. بس خلي بالك صباع عامل ازاي، خلي بالك صباع عامل ازاي. الدايرة عاملة كده الى ايه؟ الى اسفل. مش عارف يا ابني، ملهاش حل. لكن مش ممكن الكنيسة ابدا هتطلع فلوس وتساعدك عشان تجنبك السجن لسبب واحد: مسؤولية الدواء ومسؤولية الاكل ومسؤولية الشرب ومسؤولية اللبس ومسؤولية مصاريف الدراسة. اولى الكنيسة تحط فيها فلوسها، مش هتحطها عشان واحد مسؤول عن خطأه. في بعض الاحيان لابد ان يكون الرجل رجلا ويواجه نتيجة أخطائه، حتى لو اعتبرته دي قسوة. ده مش قسوة، ده عدل ودرس، عشان الإنسان لما بيستسهل الحلول عمره ما هيبطل. ما تمناش، بس أنا ما أقدرش أرشدك ولا أقول لك أي حل
لان ما عنديش اي حل. توب يا ابني، توب وارجع لربنا وبطل المجال ده. يمكن لعل الله عندما ينظر الى صدق قلبك، مش زنقه توبه، اصل في فرق بين صدق القلب وزنقه التوبه. زي زنقه الامتحانات، صلاه زنقه الامتحانات دي ما تحسبش. فزنقه التوبه دي حاجه تانية خالص، انا خايف لغايه لما ربنا يعديها وبعدين ارجع اطلع لساني للناس كلها. لكن لو ربنا بص لصدق قلبك لعله يدبر لك مخرجا لا اعلم كيف. توب يا ابني. سلام يا ابونا، انا شاب دايما جوايا حزن وقلبي اتهلك تماما من كل حاجه حواليا وتعبت قوي طول حياتي. شو اوقات بحس ربنا سمعني، وشو اوقات كتير بحس ان ربنا نسيني، لان دايما طلباتي عكس مشيئه ربنا. ايه الغلط ان اطلب من ربنا الاقي شغل في مكان كويس استقر فيه؟ تعبت من البهدله. ايه الغلط في ان احب واتحب زي اي حد؟ انا مش ملاك على الارض وبغلط. حالتي النفسيه من سيء الى اسوأ، وكتير فكرت في الانتحار ولجأت لدكاتره نفسيه، منهم اللي افادني ومنهم اللي ضرني. لكن مش حقي افرح وانبسط زي اي حد في سني؟ ليه اي حاجه نفسي فيها مش بتحصل؟ كتير بعاتب ربنا واقول له اشمعنى انا اللي حياتي بالشكل ده وما اعرفش هو سامعني ولا لا. نفسي اسمع صوت ربنا. انا دايما بقول لتكن مشيئتك يا رب، وانا دايما بقول لربنا كده. انا بسالك يا رب بعتاب، لماذا يا سيدي جميع طلباتي لم تكن في مشيئتك؟ محتاج مشورتك يا ابونا، واسف على الاطاله. انا ما اعرفش ظروفك وما اعرفش سنك وما اعرفش محاولاتك في انك تلاقي. انت من حقك تطلب من ربنا انه يدبر لك شغله كويسه بمكان حلو ما فيهوش بهدله اللي انت بتتكلم فيها دي. بس هسالك سؤال، انا ما اعرفش ظروفك فانا بتكلم في المطلق، مش بتكلم عليك يا ابني لحسن تقول ابونا هاجمني. الاول انا بسال نفسي انا عملت ايه عشان ابقى much more qualified for a better job. بالعربي انا بعمل ايه واجاهد في ايه ان انا استحق شغلانه افضل. هل انا حسنت اللغه بتاعتي؟ هل اخدت كورسات في الجامعه الامريكيه مثلا للمحاسبه والفاينانس والامور الماديه؟ هل انا حاولت ان انا مثلا امتهن حرفه ما يدويه، اعمل اي حاجه تتباع لو انا عندي تالنت فن؟ هل انا عملت ايه؟ الشغلانه الحلوه هتدور على واحد مجتهد يستحقها. لكن اذا كنت عاوز شغلانه عاديه، ما الجامعه بتخرج ناس كتيره قوي ما عندهمش طموح، عاوزين نشتغل اي شغلانه وخلاص، وشغلانه ومريحه. لا، اتعب قوي عشان ترتاح بعد كده. وامام امانتك في انك انت بتطور مستواك اللغوي والتعليمي. يعني انا عندي ناس متخرجين من دبلوم. هو الدبلوم غلط؟ مش غلط، بس هو ما دام متخرج بالدبلوم هو حكم على نفسه ان هو هيفضل في مستوى وظيفي طول عمره. وعندي ولاد عملت دبلوم وبعد الدبلوم سنتين اكتشفت ان الدبلوم ما بياكلش عيش، دخلت حاجه اسمها الجامعه مفتوحه وكورسات اونلاين ومش عارف مين والى اخره، وبقى اسمها بكالوريوس. وبعد البكالوريوس اخذ 5-6 كورسات انجليزي وابتدى يضبش في الكلام شويه شويه مع شويه جرأه، اتحسن واتفك لسانه، اتنقل من 4000 ل 12000. انا بتكلم على حد انا اعرفه، بس تعب قوي عشان يطور نفسه. طبعا انا مش شفتوش بقالي قد ايه ومش عارف هو بياخد كام دلوقتي، لكن انا بتكلم على رحله كفاح. فمش كفايه ان انا اطلب من ربنا وما اسعاش. يعني هو انا يا رب مش نفسي احب ولا اتحب؟ ما احنا قاعدين نتكلم بقالنا 3 مرات اهو على التكافؤ وعلى الامكانيات الماديه وعلى يبقى انا مش هقدر اتجوز الا لما اكون واقف على ارض. طيب اقف على ارض، اتعب وربنا هيشوف تعبك ويكلل جهادك بعدله. انا كل ما بعترف بحس ان بعد ما بخرج ان نسيت حاجه او غلطت في اعتراف او ما قلتش حاجه، وده بيضيع عليا فرحه الاعتراف. حتى لو فرحت وانا لسه خارجه بفتكر حاجه بتضايقني. يعني مثلا الاعتراف ده اعترفت بخطيه ان انا السبب فيها، ملهاش علاقه بحد معين. انا عارفه انه ما ينفعش نقول اسامي، فكنت انا بقول مثلا اتعصبت على ماما او مثلا على صاحبتي او على اختي وكده. لكن الاعتراف اللي فات قلت ناس وشخص بالاسم
مش عارف، انا كده بحس ان كل الناس مش حد معين. هل المفروض اقول مين الشخص بدون ذكر اسماء ولا هو؟ وهل كده انا كتمت اسمي ولا مش مهم اقول مين؟ وكمان شفت وعظه للبابا شنودة بتقول لو الحاجه دي بتظهر بشاعه الخطيه المفروض تقولها. لما مثلا انا بقع في خطيه الغضب، وممكن اقول اب اعترافي انا في مجال العمل بغضب واوقات اسيء لبعض الناس عشان انا في ناس تحت ايديا ما بتشتغلش، اقول كده عامه. لكن لما يكون الغضب او الاهانه موجهه للاب والام، ودي من الخطايا الكبيره جدا اللي تستوجب حتى في العهد الجديد الرجم والموت. ده المسيح قال كده في انجيل مرقس، ان اللي شتم ابا او اما موتا يموت. المسيح اللي شاف الزنا وسابهم قال اللي يشتم اب او ام موتا يموت. هنا بتبقى الخطيه صعبه قوي، دي مش خطيه شتيمه عاديه انك انت شتمت العربيه مثلا، هي شتيمه ولازم تتوب عنها. لكن لما هكون شتمت اب او ام او انسان او كاهن او اسقف، لا، هنا لازم تتقال ويذكر من اسأت اليه، لان الخطيه هنا خطيه صعبه وبشعه جدا، فلازم تتقال شويه عشان يمكن لما اتجرح قدام اب اعترافي من خجلي ده يخليني ما اعملهاش تاني. الناس، ده السؤال اللي بعد كده بيقول ارجو ان قدسك تقدر كلامي. سؤال من الناس بيقولوا لما تكون في حالة كآبة ممكن تطلع براها لما تكون في حواليك صحبة حلوة تخرجك من المود، بس أنا ما عنديش، لأني اتخنقت من الناس واتخنت من الناس كتير قوي، ما عادش عندي طاقة للكلام، ده بقى تركيزي في الشغل وبس. وعلى النقيض يقولوا في الكنايس أنت في الآخر مش هيكون حد معاك ويديلك أمان غير ربنا، هو اللي يخرجك من الكآبة. هل الحلين دول متناقضين مع بعض؟ أنا مش نافع معايا ولا ده ولا ده، لكن عشان مش بحب ربنا، علشان مش بحب ربنا وواثقه فيه، بس الضغوطات الخارجيه عليا عاليه قوي لدرجه اني مش بلاحق، فحاسه اني اتكسرت من جوايا. قلت الاب اعترافي بس لقيت انه ما قدرش اللي بقوله. في الاول كنت بعاتبه وقال لي عندك حق، ولما لقيت ان مفيش فايده سكت خالص بدل ما اتضايق منه زياده. انا عارفه ان الروح اليأسه دي ممكن لو الضغوطات دي خفت من عليا شويه، انا عارفه انها ممكن اختبار من ربنا، بس فقدت القدره وحاسه بنوع من التبلد في الحياه، وعقلي داخل في مرحله الجمود حسب ما قرات. تنصحني بايه؟ بص يا بنتي، انت بتقولي انك سمعتي نصيحتين. نصيحه بتقول لك لما تكون تعبان اخرج مع الناس الصحوبيه بتاعتهم تغير المود. وقلت كمان في الكنيسه بيقولوا حتى في المجتمع الكنسي ما تمنيش نفسك ابدا باصدقاء كتير يعني من الكنيسه، وخلي رجائك في ربنا واحد. فبتقول الكلام ده متناقض ولا مش متناقض؟ ده ملخص السؤال. بص يا بنتي، افعلوا هذه ولا تتركوا تلك. يعني ايه؟ الانسان كائن اجتماعي يميل للوجود في مجتمعات. يعني حتى الرهبان اللي سابوا العالم مش كلهم يقدروا يعيشوا الوحده، بيعيشوا الشركه في دير. ازيك يا ابونا فلان، عامل ايه؟ صليت لي امبارح؟ اسكت، ده انا كان ظهري واجعني. طيب المسيح وماري جرجس يشفيك. في كلام. اوكي، عملت ايه في الزرعه اللي انت زارعها؟ في كلام. لان الانسان كائن ايه؟ مش كل قامه في الرهبنه تقدر تخش الجبل، ولا كل قامه في الرهبنه تقدر تعيش حياه الوحده. اتفقنا؟ طيب المشكله مش ايه؟ المشكله في العشم الزايد. يعني ايه العشم الزايد؟ ان انا صاحبت حد فمتوقع بقى الاهتمام والسؤال. لا، احنا هنعمل حاجه في العلاقات الخارجيه، احنا محتاجين زماله، عشان تقولت اتجرحت كتير واتخبطت كتير، فانا عايز اجنبك الخبطات الكتير. محتاجين نوع من انواع الزماله، يعني اتنين في كلام بيننا وبين بعض، ونبقى عندنا اكتر من حد. بلاش نركز في حد بس ونحط فيه كل ثقه لعلاقتنا، لان الانسان ده لو غاب او هاجر او سافر هتكسر انا، لان خلقت بدل من الاحتياج خلقت نوع من اسمه الاعتماديه. فانا عاوز زمالات مش علاقات اعتماديه. دي نمره واحد. يبقى لا مانع ان يكون عندنا مجموعه من الاصدقاء ننزل، انت عايزه تشتري بلوزه وهي بالصدفه عاوزه تشتري بنطلون، هنروح مع بعض في اي حته فيها ملابس ونتكلم شويه ونشتري الحاجه ومبروك عليكي ولذيذه، يبقى في كلام وود خفيف. يبقى انت محتاجه، كلنا محتاجين someone to talk with، يعني احنا لازم يكون في حد بنتكلم معاه. دي نمبر 1. لكن خلي عشمكم ورجائكم في المسيح، اللي بنقول عليه رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين. انا حاطط كل رجائي وصداقتي فيك يا رب،
بس انا عشان عندي احتياجات بشريه باخد بعض الاحتياجات. يعني انت تكون وحشني قوي، عامل ايه، مش عارف مين، طب عندك، صدقني انت كمان وحشني، ما تيجي مره كده نشرب عصير ولا قهوه في اي مكان كده وندردش شويه، او ماله وماله، مش غلط، مش غلط. لكن لما تشغلي نفسك كمان بقى بالخدمه، وتلاقي نفسك مثلا عندك دور رعايه الاطفال بتروح لهم تعوضيهم امومه مفقوده، او بتروح لدار مسنين وازيك يا ماما وازيك يا تيتا، هنا بقى بيتحول احتياج، بتتعاملي مع ناس بس العطاء عندك اكتر من الاحتياج. فاهمين؟ يعني بقيت كده مش كده، دايما اللي محتاج كده يخذل. ليه؟ لان الناس تعبانه وفقيره، انت عاوزه تخرجي معايا عشان اهون عليك، وانا عاوز اللي يهون عليا. طب احنا الاتنين ندور على واحد نهون عليه، هنجيب له اكتئاب. انتوا فاهمين عايز اقول ايه؟ فعلشان كده انا بقول الزماله موجوده، ويكون عندنا مجتمعات متعدده، ناس ولاد ربنا، ناس ما تعوجش كلامنا، ناس امينه بقدر الامكان، ونخلي العلاقات بسيطه، بس في احتياج للترويح. ترويح النفس مش غلط، لكن في حدود. السؤال الاخير عشان وقتنا. أنا سيدة منزل، عندي 4 أطفال، مداومة على العظات، وأشكر ربنا لأن الكنيسة القبطية قامت بدور كبير في تنويرها لأبناء المسيح. أنا مرتبطة بالمسبح وعندي أب اعتراف، وأحاول أن أجاهد في الصلاة دائمة، وقرأت كتب للآباء، كاتبة اسم كتاب بالإنجليزي يعني كده. هم الآباء دول الآباء النساك اللي في مدرسة كده اسمها الآباء الهدوئيين، يعني هي رهبنة مش أرثوذكسية لكن رهبنة موجودة. يعني فهمت منهم أن العمل الحقيقي للصلاة هو تطهير الفكر من كل خيال، والمداومة على ذكر اسم يسوع. ومنذ بدأت بالمحاولة وكأني هيجت فيا وعليا كل أرواح الشياطين التي تحيط بالقلب كما ذكر في الكتاب المقدس، واختبرت في نفسي وكشر لي إبليس عن وجهه البشع. أتساءل كيف نهزم هذا الذئب العقلي الذي يقاوم كل بر، هذه القوة التي تبدو كأنها ساكنة في الجسد تحارب عمل النعمة في اللاوعي، وتقدم أبشع الخطايا وتحاول تنجيس النفس. تغيرت كلمات التسبيح إلى تجديف، ولو سرحت لحظة أثناء النوم تخش خيالات مختلفة وأحلام على شكل مسلسلات لكي تلهينا عن عمل الله وعن الصلاة. ماذا أفعل كي أتخلص من عدوي الذي يبدو لي أن يحاربني من داخلي؟ كل النسك، كل المداومة، كل الصلوات ال7 في الأجبية، وذكر اسم الرب يسوع سيجعلني أنتصر، أم أن الجهاد سيستمر حتى الموت ولن أتذوق طعم النصرة؟ بص يا بنتي، نشكر ربنا على انك انت واخده الموضوع جد وبتقري لآباء كبار. يعني انا عارف المجموعه دي، فانا عارف ان كتاباتهم حتى الاسلوب بتاعك مش اسلوب شبابي، كيف نحارب الحروب التي في الوعي التي تفقدنا، وكلام كبير قوي قوي عليكم انتوا. لكن انا فاهم كويس قوي السؤال. قدرنا ان احنا مع عدو مشاكس متعب لن يتركنا. الفكرة بس اللي ناقصاكي ان عادة حتى مع الحرب المرة في تعزية، فلو انت مش حاسة التعزية ارجعي لأب اعترافك، لان ممكن يكون الجهاد ده يعني ارتقيت شوية فوق ما ينبغي، فالحرب كانت عنيفة عليكي. يعني دخلتي 7 صلوات، 1000 صلاة يسوع في اليوم. اصل الآباء الهدوئيين طب دول رهبان ومتنسكين، لا، ما انت برضو ممكن تكوني اخدتي دواء عمل لك اوفر دوز فجاب السايد افكت. انا بشرحها بالبلدي عشان كنتوا هي فاهمه طبعا. بصوا بقى، انا هقول لك حاجه، احنا النصره في الفرح بعلامه الصليب وانا برشمه، النصره في ان رب المجد يسوع شايف جهادي. ينقصنا شيء واحد، ان نمارس كل هذا باتضاع. يعني ايه باتضاع؟ بص يا رب، انا اغلب من الغلب، ده انا اجي افكر في اسمك القدوس الشيطان يجيب لي الفاظ نجاسه علشان يزعج نفسي واتألم. لا، انت محتاجه حاجتين، بساطه واتضاع. الاتضاع انا غلبان، البساطه يعجبك اللي بيعمله فيا
يعجبك اللي بيعمله؟ يعني انت سايب الكلب اللي بيهوهو ده يفضل يعضعض فيا وانت بتتفرج؟ طب انت ابويا ازاي بقى؟ لا شوف لك حل معاه. عارفين البساطه دي لو فقدناها نفقد كل شيء. انا بقول لكم بصوا، مهما كبرتم في القامه الروحيه اوعوا تخلوا الطفل اللي جواكم اللي بيكلم بابا يسوع اللي حبه في مدارس الاحد يموت. لو بقيتوا ام رهبنه رئيس الدير، لو الطفل اللي جواكي مات انت خسرتي كل حاجه، لان المسيح نفسه قال كده: اذا ما رجعتوش ترجعوا زي الاطفال الصغيرين. فالطفل الصغير بيعمل ايه؟ يقول: يا بابا الكلب ده بيهوهو عليا. يقول له: استرجل. وبعدين لما يلاقي الواد خاف قوي الكلب هيهبشه، مش هيسكت، هيخبط الكلب على راسه، ده بابا. فالبساطه مع الاتضاع. اتمنى ان قراءاتي في الكتب العاليه لبعض الاباء يكون فيها افراز. يعني بستان الرهبان انا احب الكتاب ده قوي قوي قوي، يعني قريته في تانية ثانوي وفي اولى جامعه وفي رابعه جامعه، وكل 3-4 سنين كده افر مره. بس انا عارف ومدرك ان في كلام يناسبني في الحياه الروحيه وفي كلام لا يناسبني لان انا مش راهب جوه دير. فالافراز مهم قوي في اللي بنقراه، ومش كل حاجه نطبقها بغشوميه لان ممكن يكون اثرها صعب قوي. ربنا يديكي نعمه فوق نعمه، وهتدوقي طعم النصره هنا وفوق ان شاء الله تكللي. ما تيأسيش، بس زي ما قلت لك انت محتاجه ارشاد اب، اعتراف في جهادك، محتاجه اتضاع، محتاج بساطه. نهدى وكله هيبقى حلو ان شاء الله. نكتفي بالاسئله وبعدين ناخد جزء من التسبيحه وكلمه النهارده. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. فاكرين موضوع الارتباط؟ اتكلمنا على دوافع الارتباط وضوابط الارتباط، فاكرين؟ وقلنا ان في ضابط واحد اخير ما اتكلمناش عنه، هو دور الله في الارتباط، وده هيبقى النص التاني من الكلمه بتاعت النهارده. وان شاء الله السلسله خلصها المره دي احتراما للصوم الكبير اللي داخلين عليه، عشان ناخد سلسله بقى روحيه تتمشى مع قداسه الصوم الكبير، ويكون لينا كده يعني موضوع روحي نتامل فيه 7 أسابيع متصله. هتكلم معاكم النهارده على، عشان اغطي الموضوع من زاويه تانية، حاجه اسمها فتره التعارف. فتره التعارف لان دي فيها اسئله كتيره قوي. اول سؤال: هي فترة التعارف دي تبقى قد ايه؟ تفتكروا انتوا قد ايه؟ انا ما خدتش رأيكم، يعني تفتكروا كده انا هقول حاجة واللي موافقني يعمل براسه كده وانا هشوف. يعني مثلا فترة التعارف دي تبقى مثلا 3 اشهر ولا قليل؟ قليل. 6 اشهر؟ قليل. 15 سنة تعارف؟ ما هو يعني انتوا عاوزين ايه يعني عاوزين ايه؟ يعني لو واحد اتعرفنا عليه 1.5 سنة وطلع بلاش، وبعدين نتعرف لواحد 1.5 سنة بلاش، يعني العمر فاضل فيه قد ايه؟ يعني تخلوكوا عاقلين شويه. طب انتوا يا شباب شايفين فترة التعارف تاخد قد ايه؟ 3 ايام؟ لا انتوا بتهزروا كلكم، انتوا بتهزروا. طب اسمعوني انا هقول ايه وعاوزكم تفهموا كلامي صح. فترة التعارف فترة فيها مشاعر ملخبطة. أولا التعارف ده بيتم عن طريقين: يا إما صالونات أو معارف، ده في إنسان كويس قوي وهو مرة شافك وقال البنت شكلها لطيف مثلا، يعني أي حاجة زي كده، وده تقريبا 85% ل 90% معارف أو أصدقاء أو لا. يا إما التعارف بيتم على طريق مجتمعات كنسية، ناس رحنا معاهم مؤتمر كان عندنا انطباع إيجابي عن شاب معين أو شابة معينة، أو ممكن من الشغل، واحدة من كتر ما شفتها لقيت إنسانة مناسبة، عندنا يا عمل يا شغل بتاع. وفي مصدر أخير لا أنصح بيه على الإطلاق، لأن لو ما تعرفوش الفيك الزيف والكذب فيه قد ايه الميديا، بس بيستغلوا لهفة ناس اللي على الارتباط، فبيستغلوا. تلاقي واحد، ودي مشهورة جدا جدا جدا، بيكلم 3-4 بنات، وعادة اسمه مايكل على اسم الملاك ميخائيل لأن جيب رؤية. انتوا واخدين بالكم؟ جيب رؤية، وماما شافت الملاك ميخائيل وقال لها تجيبي ميخائيل، وأبونا فلان قال لها تجيبي ميخائيل.
اللي هو مايكل يعني، وعادة شماس وخادم في الأول لغاية لما نشوف آخرتها مع إيه، لأنه هو بيعرف زي ما بيقولوا يعني يقدم البضاعة كويس قوي. انتوا واخدين بالكم؟ مش عارفين بقى جوه العفن ممكن يكون شكله إيه، لكن هو البضاعة من بره لازم زي ما قلت لكم يكون معها مواصفات. وبعدين البنت تلاقي واي نوت، ما هو ده ابروتش. وربنا اللي خلق الميديا، لا مش ربنا اللي خلق الميديا على فكرة، لكن يعني أنا بقول لكم دي المصادر بتاعت الارتباط. طيب إيه المشاعر في التعارف؟ حاجات كتيرة قوي. ممكن يكون في شوية خوف وقلق، يا ترى الموضوع هيتم مش هيتم، هيكمل مش هيكمل. في رغبة لأن أنا أوريدي عايز أرتبط أو هي عايزة ترتبط. في ترقب. عارفين يعني إيه ترقب؟ يعني كل واحد عارف إنه تحت ميكروسكوب. يعني وهو بيسأل بيقولوا لها بصي تبتسمي بس مش قوي، تضحكي بس مش صوت عالي، ظبطي نفسك علشان مش عارف ايه. وهم بيقولوا انت ما تبقاش ضغف ولا ما تبقاش مش عارف بيقولوا عليه ايه، دبش، اوكي، وخلي كلامك مش عارف مين، وانت ابتسم 3 مرات ده انت وشك كشر. ففي في 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 حاجات مشاعر كتيره قوي في فتره الاعتراف، منها التوقع والترقب والخوف واللهفه، كل ده موجود. لكن انا عايز اتكلم على خطوات علشان نقول الكنيسه قالت ايه. السؤال الاولاني، امتى يبقى في ارتباط؟ لما او امتى نقول فتره محدده للتعارف؟ لما فتره التعارف دي مرتبطه بالاحساس بالارتياح. طب انا هرتاح كمان 3 سنين ويمكن ما ارتاحش، مش يمكن ما ارتاحش، يعني انا قعدت 3 سنين اشكر ربنا الارتياح بيزيد، وبعدين انت عملت موقف بعد 2 و9 اشهر قلبني عليك، لا خلاص مش هي دي. طب وال3 سنين اللي راحوا؟ فما فيش حاجه. عشان انا بقول لازم يكون في احساس بارتياح. لازم يكون في احساس بارتياح. يعني انا امتى اتقدم؟ لما يكون في احساس بالتعارف هيخلص وهتقدم اهو، يبقى لازم يكون في احساس بارتياح في مده محدده. ليه؟ هقول لكم. لما الانسان بيكون ناضج بعد 6 خروجات، ان شاء الله شهر ونص، يقدر يحدد is she the one ولا لا، وهي تقدر تحدد is he the one ولا لا بعد 6 مرات. لما بيكون ناضج، لأن الناضج إنسان honest، إنسان واضح، ما بيلفش ودور، ما بيعملش اختبارات. أصل أنا قلت أمتحنك، أصل أنا إيه شغل ثانوي ده؟ إيه ده تانية ثانوي ده؟ لا ده أولى أول، ما جابش تانية ثانوي لسه. أصل أنا قلت مش عارف أحطها في مش عيني وأشوف أتصرف أعمل إيه. أصل أنا قلت أعمل عيان وأشوف رد فعلها هيكون شكله إيه. كده في راجل كده، يعني أنا مش مصدق كده. فالإنسان لما بيكون ناضج بيبقى واضح جدا. أنا قلت لكم ناضج عارف نفسه وعارف إيه اللي يناسبه، فما بيضيعش وقت. فبعد 2 3 عشان هو ناضج أسئلته محددة. أنت شكل البيت اللي عايزة تعيش فيه إيه؟ طبعا لما هي بتبالغ وتقول له كناريا الصبح ما هو ما فيش كده. طيب انت علاقتك بربنا ايه؟ علاقتك باب اعتراف. فرضا هو عاوز واحده خادمه وهو بتاع ربنا، فعشان هو ناضج وعارف هو مين هيختار واحده تناسبه، وبيبان اللي قدامه شكله ايه. اللي بيبان عشان انا ناضج بعد 6 خروجات انا اقدر احدد هي ولا مش هي. لكن في ناس تقول لك ايه، لا 6 مرات ايه، احنا هنتقابل كل اسبوع مره لمده سنه. يا سلام، 52 مره ليه؟ بتفكوا هيروغليفي بتاع حجر رشيد؟ يعني هتعملوا ايه؟ ادوني انتوا هتعملوا. ما انا لو ناضج I know myself، وانا عشان عارف انا مين هعرف مين اللي يناسبني. فواحده من اول خروجه بتقول لي انت بتخرج مع مين بقى؟ بتقعد في اي باب؟ بتشربوا ايه؟ بتشرب ايه؟ ليك في انا بشربها 4%، انت بتشرب ايه؟ بانت بقى. احنا لسه ما خلاص يعني هي لا، ان شاء الله نشوفك ان شاء الله، مع السلامه، باي باي. فهمتوا عايز اقول ايه؟ انا لما بكون ناضج وعارف انا مين وعارف عاوز ايه واسئلتي محدده، انا مش داخل اعمل وكيل نيابه، انا بس بتكلم وبحاول استكشف بعض الامور. كل مره انا بحس بارتياح. يبقى الناضج. بصوا يا جماعه، لما بيجي لي ولد عنده 22 سنه وعاوز يخطب بنت عندها 20 سنة، يقول أنا بحبها من هو عندها 13 سنة قبل ما تفك ضفايرها، وأنا فات أحلامها الأول والأخير. طب أنت كنت كام؟ لا أنا كنت 14.
خلي بالك، هو بيقول احنا بقالنا 7 سنين بنحب بعض، وده اكبر دليل على استمرار الحب. كل ده بالنسبه لي ده يساوي ولا حاجه. لكن لو واحد عنده 29 سنه وناضج، وهي عندها 27 سنه وناضجه في شخصيتها، وشافوا بعض لمده 3 اشهر في الشغل، من خلال معاملات يوميه، ومن خلال شاف على حقيقتها، او من فتره تعارف قليله وقال لي انا مرتاح يا ابونا، هقول له اوكي. الله، هو ال7 سنين حب ما تشفعش عندك؟ لا، دي نزوة المراهقة لا تحتسب في الحب الناضج. لكن لما الإنسان كبر وبقى عنده إدراك عقلي وعرف اللي أنا قلته لكم في اللي فات كله، هتلاقي فترة التعارف فترة محدودة، ممكن 6-7 مرات بنشوف بعض معرفة أهالينا، هتبقى ادت الانطباع الأول، وبعد 5-6 مرات هنخش ديبر في الكلام. طيب تفتكر لما نيجي نخطب الفلوس هتكون نتكلم بقى بجرأة اكتر يعني، علشان مش نلبس دبله ونقلعها. اصل احنا قلنا يا ابونا في الاول ما نتكلمش في الماديات. لا، مش في اول مره، يبقى شكلكم وحش قوي، لكن بعد فتره هنتكلم في كل حاجه، علشان بنمهد ونرمي اساس لحاجه تعيش، مش حاجه تقعد 2 شهور وتتهد. اتفقنا؟ يبقى امتى فترة الاعتراف مدتها قد ايه؟ لما يحدث احساس بالارتياح. يعني مفتوحة؟ لا، فريم محدد. ممكن الاب والام يحددوه، احنا هنديك فرصة تتقابلوا 5 مرات 7 مرات 10 مرات. لو انتوا ما عرفتوش بعد 10 مرات توصلوا لقرار، يبقى انتوا مش ناضجين كفاية، يو ار نوت كواليفايد اساسا. لا، اصل انا لسه مش مطمنة. طب ايه اللي هيطمنك يعني؟ طب انت ممكن تطمني الاسبوع ال7 وتقلبي الاسبوع ال8 وتطمني ال9 وتقلبي ال10، مش هنخلص بقى. وخاصة يا جماعة زي ما قلت لكم، الناضج اللي عارف نفسه وتو ذا بوينت هو عاوز ايه، بيبقى واضح قوي انه بيقدر يوصل بسرعة للقرار. الانسان المذبذب، الانسان اللي مش عارف هو عاوز ايه، الانسان اللي عاوز كل حاجة، مش هيوصل لولا حاجة. خليك محدد، اعرف نفسك وايه الاولويات. انا لو اولوياتي واضحة هعرف اختار بسهولة مين يناسبني ومين مش يناسبني. انا في 3 حاجات اساسية ممكن لا يمكن اتنازل عنهم، في 3 حاجات ممكن اتنازل عنهم هيجوا في المرحلة الثانية، بس لو في 3 حاجات هبقى حريص قوي، بتأكد ده اداني نوع من الارتياح. فهمتوا حاجة؟ فانت تقولي انا كل اللي عايزاه انسان يكون طيب، وانسان يكون بيحتوي وعاطفي ورومانسي وقيادي وراجل وقت الجد وشديد في المواقف. ده مين ده؟ ده كلشن كان يعني معلقة شاي على معلقة قهوة على معلقة ينسون على 2 كمون على شوية بهارات وصباع قرفة، يعمل ايه في الاخر؟ بعد عنكم، لان مفيش حد فيه كل الصفات دي. لكن لما انت تكوني عارفة وناضجة، هتبقي عارفة ان الشخصية القيادية كل ما تزيد درجة القيادة تجنح للديكتاتورية. ياخد القرار وبعدين يشرحه لك، بس يحسسك بالامان ان هو اللي هيعمله، هتبقي مسنودة. بس في الوقت نفسه مش هيقول لك بقى تعالي بقى نقعد كده ناكل فول حراتي وجبنه بيضه واحكي لي بقى انت عايزه تحكي ايه، احكي لي بقى. بجد ده شخصيه اجتماعيه اللي يعمل كده، بس مش بتاع قرار. ما هو يا جماعه لازم نكون مرتبين اولوياتنا. انا عاوز ايه؟ لكن اكون عاوز كل حاجه وكل الصفات، لا انا اسف، مش ممكن تلاقيها. يعني واحده، انا عاوز واحده خادمه جدا بتاعت ربنا واشارب في الكنيسه الصبح وبالليل سبور ومايكرو جيب في الحفلات. منين يعني؟ نجيبها لك ازاي؟ نحطها في اي خلاط دي عشان نطلعها؟ لا لا، مش هينفع. فانت لازم تكون محدد في اولوياتك. يبقى فتره التعارف تعتمد على نضجي ومعرفتي انا عاوز ايه، واللي عاوز كل حاجه ما بيوصلش لولا حاجه. وقلنا لازم يكون في ايه. طيب السؤال الثاني في فتره التعارف، وده سؤال خطير جدا، درجه الصراحه تكون قد ايه؟ اخد رايكم. يعني درجه الصراحه تكون قد ايه؟ احنا في فتره تعارف وانت بابا حاطط لك 5 مليون في البنك باسمك، انا بقول اي كلام يعني، والى اخره. فانت في اول مطرح في التعارف بتقول على فكره انا مرتبي 35,000 جنيه وبابا سايب لي 5 مليون، ده غير عندي شقه ب7 مليون وهيساعدنا بمليون. ينفع كده؟ دي الصراحه دي؟ الصراحة عاوزة حكمة. طيب نكون صراحة في ايه وازاي والى اخره. انا بديكم امثلة عشان الوضع طبيعي ان نقول اهم حاجة في فترة الخطوبة الصراحة which is true.
لكن صرحة في ايه؟ ده اللي انا عاوز نتعلمه مع بعض. بص يا ولاد، اول حاجة الصراحة في الدخل. يعني ايه الصراحة في الدخل؟ يعني ايه الصراحة في الدخل؟ يعني انا الرينج بتاعي من 12 ل 15، هو حر اللي قدامي يقبل ولا ما يقبلش. ما بقولش ب 13732 و40 قرش، ما بقولش دي، انا بقول من في الحدود دي. وسام تايمز بيبقى في allowances او يعني حوافز وعلاوات، واوقات ما بيبقاش فيه. بس انا قلت في حدود كام. في واحد الحقيقه بيبقى كذاب، يقول انا باخد 22,000 جنيه، وبعد ما يتخطبوا قبل الفرح يقول لها، تقول له انا مزنوق، يقول لها انا قايل لك من الاول مرتبي 12,000 جنيه. تقول 12,000 جنيه؟ انت قلت 22,000. ما لو كنت قلت 12,000 ما كنتش وافقته. بابا ده انت نصاب. لا انت كده نصاب. نصاب ازاي؟ طب ازاي؟ يبقى الصراحه في الدخل، الصراحه في الامكانيات، الصراحه في الصفات، ان انا بوصف نفسي بطريقه معتدله من غير ما اخوف اللي قدامي. يعني انا اوقات ببقى عصبي لما اكون مضغوط، واحب ان حد لما يلاقيني عصبي ما يقوليش مالك كتير، لان دي بتتعبني اكتر. اوكي لغايه كده رينج. واحد يقول انا عصبي مجنون، انا مره كنت قلبت الترابيزه ومسكت الكوبايه وضربت، رحت جايبه مش عارف واديته عدت وقعته على الارض، ولولا الناس حشوني عنه. هتتجوز هولاكو؟ فالواحد يكون معتدل، لان اوقات الناس تقول لك من كتر الصراحه بيبالغ. لا، ما تبالغش، يعني قول الحقيقه زي ما هي من غير مبالغه. ممكن الصراحه ان قلنا في الدخل، في الصفات. الامراض ما ينفعش ان انا يكون عندي مرض ومرض مزمن هياخد علاج العمر كله حتى لو مش باين، زي بعض الامراض وليكن اللي انت قلته، وما اقولش. ده خداع، ده خداع. يعني انا بعد ما اتجوز واحده واحنا بقى داخلين، بتقول بس استنى هات الايس بوكس ده عشان فيه حقن الانسولين. حقن انسولين مين؟ ان شاء الله انا عندي سكر ولازم اخد حقنه الصبح وحقنه بالليل وباخد شوتس وبس. اطمن انا باخد بالي. لا استني انت ليه ما قلتليش؟ انتوا عارفين ان في الحاله دي الكنيسه تديله حق ابطال الزيجه، لان كان في نصب وكذب في اول الجواز، سواء هو اللي كذب عليها ليها الحق، او هي اللي كذبت عليك هي ليها الحق. الشقه، الصراحه في الشقه في ايه؟ في شقه في شقه، بس بعد ما اتجوزنا اصل انا ما قلتلكيش ان الشقه دي اساسا باسم بابا. طب ليه ما قلتش؟ ما انا ممكن اقبل وهي باسم بابا ربنا يخليه، وخاصة ما مالكش اخوات وانت الولد وريث، كده هتبقى بتاعتك بعد كده. بس بابا ما حبش يغيرها علشان الضرايب ومش عارف مين، وليكن، بس قول. لكن لما انا اتجوز مثلا وبعدين انت تقول لي الشقه دي باسم بابا، انت كسرتني من جوه، في حاجه من جوايا اتهزت. انت ليه ما قلتش من الاول؟ لا اصل الشقه دي اساسا دي كانت ايجار، وبابا وماما اتنقلوا لشقه التمليك، وكده بعد عمر طويل لينا. يعني ايه ما تقوليش ان دي شقه ايجار؟ او واحد يتجوز واحده في شقه في منطقه كويسه قوي، وتكتشف بعد جواز سنه واثنين وثلاثه ان المحضر بيقول ان على فكره الشقه دي عليها قضيه طرد من 7 سنين، والجلسه الاسبوع الجاي. اي احساس من الامان توفره لها وانت كذاب؟ يبقى في الصراحه قلت لكم كن صراحه في ايه. طيب الصراحه هكتب جنبها ممنوع، يعني بقى عكس الصراحه. ممنوع أن نذكر خطايا الماضي المشينة، لأن الله عندما يغفر ينسى، ولكن الإنسان لا ينسى ويحس إنك جرح. فكل ما الإنسان قدمه في سر التوبة بتوبة حقيقية أمام الله اتنسى. وعايز أحذركم، وخاصة لما البنت تكون مخطوبة، أنا بقول لكم أهو تعملوا الآتي، وده اعتبروه حل وموافقه مني. بص، الولد يقول لها
يعني ما حصلش حاجه بينك وبين خطيبك؟ تقول لا، الموضوع ده ارجوك اقفله. لا انا عايز اعرف، انا اوبن مايند على فكره، انا ما الحاجات دي ما مضايقنيش. لا طبيعي طبعا، ما انتوا قعدتوا مخطوبين 6 اشهر، يعني ما حاولش احضنك، ما حاولش. لا ما تضغطنيش ارجوك. لا طب يا بنتي جربيني، انا ثقه مطلقه، انا مش طبيعي. طب انا اختي كانت مخطوبه، اكيد لما اختي كانت مخطوبه قبل ما تتجوز حصلت حاجات برضو، يعني انا طبيعي جدا، بس انا احب اعرف. فتقول له مره حضني كده وحط ايده على كتفي بس. لا في حاجه انت مخبيها. شفتي؟ ما انا قلت له ما اتضايقتش، كملي بقى. ها؟ ويفضل يضغط على بطنها لغايه لما ممكن تقول له حاجه، ممكن اللي قالته ده يكون تاني يوم سبب انه لا انت جرحتيني، انا كنت فاكرك انسانه طاهره. يا سلام للخبطه بقى دي، وليه قله الذوق دي. بصوا بقى، انا هقول لكم حاجه. البنت اللي تلاقي الولد بيحاول يضغط عليها وممكن تكون طيبه وعندها جيلتي كونشس، فعشان تتحرر من الجيلتي كونشس او عقده الاحساس بالذنب، تقول انا هقول له واللي يحصل انا ما اقدرش اخبي حاجه. غلطه، لان انا قلت لك ما تم التوبه عنه بصدق ونيه صالحه امام الله اتغفر. فهو مش المفروض يعرف خطاياي اللي فاتت ولا هي تعرف خطاياك اللي فاتت. بتتجرح. ده في سؤال جه في الراعي الصالح من 3-4 اشهر، ان بعد ما اتجوزت ب3 سنين قال لها ان كان ليه علاقات، بتقول من ساعتها انا مش طايقه اشوفه او تعبانه منه. الانسان طبيعته كده. طب البنت ترد ازاي؟ تقول له لو سالت السؤال ده تاني خد دبلتك. انت متجوز انسانه في قلبها مخافه الله، وهتتجوز جوه كنيسه، يا انت تثق في الانسانه دي يا اما ما تسالش السؤال ده تاني. ومفيش انسان يسال بنت ناس محترمه السؤال اللي انت بتساله ده، ودي اخر مره تفتح الموضوع ده معايا. خليكي شديده في الحته دي، لان هو مش من حقه ان يفعص في اي ماضي لاي حد. ربنا ممكن يكون سامح فينا ده بافتراض ان حصل خطيه، وده مش خداع. الخداع ان الانسان يبقى يكون لسه في الشر ويدعي البراءه، لكن لما يتوب بقى أنقى من أي إنسان على وجه الأرض. ممكن كمان من الحاجات اللي ما يكونش فيها صراحة بين الاتنين في فترة التعارف، إيفن حتى في فترة الجواز، أسرار الناس. لو أنت ائتمنتيها على سر وقالت لك خلاص سرك ده في قلبي محدش يعرفه، وجه جوزك او خطيبك قال لك انت بتكلمي فلانه بكلم فلانه، قالت لك ايه بقى؟ لا اصل صلي لها عشان عندها مشكله وهي كانت هتتخطب وفكت اي حاجه وزعلانه. انت مين قال لك تقولي الكلام ده؟ هي مش قالت لك سر؟ تقول له لا ده سر. لا انا كده هشك فيك بقى وانت ليك اسرار. لا انت كده تفرح بيا اكتر، لان انا انسانه لو انت ائتمنتها على السر مش هيطلع لاي حد. الخصوصية اللي بيني وبين بيتي مش من حق لا خطيبتي ولا حتى زوجتي تعرفها. يعني ايه الخصوصية اللي بيني وبين بيتك؟ اديكم مثل. انا هفترض ان والدي، وانا قلت المثل ده في عظة سابقة، والدي مثلا في اواخر ايامه وجابني انا على اساس انا اخ اكبر لاخواتي، وقال لي اسمع يا حبيبي في 1,000,000 جنيه في البنك، الكلام ده ما تعرفوش مراتك، وعد. هو قال لي قبل ما يقول لي المعلومة، وقلت له وعد ما حدش يعرفه. طب بابا كان عاوزك ايه؟ كان عاوزني في حاجة خاصة بشؤون اخواتي وبتاع. طب يعني ايه كان عايزك ايه بخصوص؟ انت قلقتني. لا صلي له كل حاجة بس ما فيش دعوة، دي حاجة بيننا وبين اخواتي مالكيش انت دعوة بيها. ايه ده؟ هو انا مش نمرة 1 ولا نمرة 1 ولا نمرة 7؟ ده سر تمني عليه اسرتي، متعلق ان ليا اخت عندها مشكلة ابويا عاوز يسيب لها فلوس بصورة اكتر من الاخت التانية، وائتمني وكتبنا حاجة كده اوريها لاخواتي. انت مش من حقك تعرفيها. فكل ما اؤتمنت عليه كسر، بس مش حاجات تغضب ربنا، وكل ما اؤتمنت عليه بخصوصية تعهدت ان انا لا افضحها، ما فيش حق الانسان يعرفها. يبقى جوه الصراحة في حاجات لازم نقولها: المرتب، الصحة، الامراض، الشقة. طيب والخطايا والخطوبة السابقة لا ما تتكلموش فيها. فهمتوا حاجة؟ احنا اتكلمنا على ايه؟ اول حاجة فترة الخطوبة قد ايه؟ نمرة 2 الصراحة تكون في ايه؟ 3 العاطفة. في التعارف
بين اي اتنين في تفاوت في العاطفة بين انسان وانسان، وان كانت المرأة كائن عاطفي اكتر، لكن مش بالضروري تكون في عاطفة خطيبها في الاول. ليه؟ هو شافها مرة واثنين وثلاثة وابتدت مشاعره تتحرك وهي ما كانتش عارفاه خالص، فلما بيتقدم ليها بتتعرف عليه، هتعرف عليه، مشغله عقلها قبل عاطفتها. طب انت فين؟ طب مين اهلك؟ طب مش مين ايه وهو خلاص جاب الورد والبلالين وعمل وهو يقول لها انت ليه مش حاسه زي ما انا حاسس بيكي؟ انت مالك جامده كده؟ ده انا عاطفتي اقوى من عاطفتك، وبيقولوا الستات هي العاطفيه. ازاي يا ابني؟ هي لسه ما عرفتهاش. هو اي حد يقول لها انا خطيبك هتموت بقى على الروحه في العاطفه لا، الحاجات دي محتاجه وقت. علشان كده في العاطفه هديكوا نصيحه، لابد ان واحد يتمهل والتاني يطمن. ما فهمتوش حاجه، هشرحها لكم. لما انا اللي اكون بادي وهي اللي كانت عجباني، متوقع ايه؟ ان لسه عاطفتها ما تكونتش ناحيتي، هي تختبرني ومره تثق فيا، خرجت 100 شافت مني صفات الطف، هيبتدي يبقى في ميل، هيبتدي في تعود، هيبتدي تسال عليا. انا بقى ايه؟ ما انا بتفرج عليها او بشوفها بقالي قد ايه؟ يعني انا حاطط عيني عليها وسالت اب اعتراف وسالت الخدام بقالي فتره طويله، فعاطفتي اقوى ولا مش اقوى؟ فانا لابد ان انا النصيحه ليك ان انا كايه؟ تتمهل. طب وانت نصيحتك ايه؟ تطمني. يعني ايه تطمني؟ تقولي لي بص، هو لو ما كانش فيه ارتياح ما كناش كملت الموضوع، وانا مش عايزه اكذب، لكن اكيد في ميل وفي ارتياح، ودي الحد الادنى من العاطفه زي ما الكنيسه قالت لنا. والعاطفه برضو ابونا قال لنا بتكبر مع الوقت. العاطفه المولعه دي انا لا اثق فيها، دي عاطفه عاده تجيب مشاكل بعد كده لان فيها الاكسبكتيشنز عاليه قوي. لكن العاطفه الحقيقيه تنمو بالتدريج والاختبار والعشره، وبالتالي لازم هو يتمهل، او انت لو انت اللي كنت مستنياه وممكن تاخد باله منك وبعدين حد كلمه فتتمهلي. ليه؟ لا، هو لسه هينضج في العاطفه شويه. فهمتوا يعني ايه واحد يتمهل وواحد يطمن؟ النقطه اللي بعد كده انا قلتها في وسط الكلام، ان العاطفه الناضجه هي عاطفه ناميه، مش مره واحده، ما فيش عندنا الكلام ده. وقلنا كمان العاطفه المشتعله بتخوف لانها يغلب عليها المراهقه اكثر من النضوج، فهي عاطفه متأنيه وبالراحه. اخر نقطه عشان لسه ما دخلش في موضوع ربنا خالص، اخر نقطه ودي من كل اللي فات، ودي ممكن تبوظ اي تعارف. احذروا الكذب. لو انت مش مستعد انك تجاوب على سؤال هي سألته لك ما تجاوبش، بس ما تكذبش. حتى لو هي زنت، تقول اصلها زنت فاضطريت الاقي مخرج فقلت لها حاجه. عارفين ليه؟ مفيش حاجه بتقلق الانسان في اي ارتباط الا ان الثقه تتشرخ، والكذب يشرخ اي علاقه ويهدم الثقه. مفيش ثقه هيبقى فيها. ما انت كذبت عليا، ايه المانع انك لما تتزنق المره الثانيه تكذبي؟ ده عم الكذب عندها اسهل الحلول، انا ما بثقش فيها. ونبتدي بقى الشك، وكل واحد يبص على موبايل التاني يقول انت عملت ديت للمسج ليه؟ كانت مين؟ في ايه؟ احنا جوازنا جواز ثقه، وبالتالي احذر الكذب في التعارف، في الخطوبه، في سنين الجواز 50 اللي هتتجوزهم. اوعى تكذب، لان الكذب بيعمل حاجتين: بيقلل حجمك قوي ويصغرك قوي ويخلي اللي قدامك يفقد الثقه فيك. والكلام ليك بالظبط. دي لدرجه ان الام العاقله زمان في الاجيال اللي فاتت كانت تقول لبناتها كده لما تيجي تجوزهم: بص يا بنتي، لو انت مشيتي في ميدان التحرير ولا شارع رمسيس وقابلت زميل ليكي من الجامعه ما شفتهوش من 12 سنه وواحد سلم عليكي بحراره: ازيك يا مدام، وانت عامل فين، انت شغال فين، انت شغال فين، اول حاجه تعمليها لما تروحي البيت تحكي لجوزك انك قابلت زميلك وسلمت عليه. ليه يا ماما بتكبري الموضوع ده؟ تقول لها لا، ما ممكن تكون في واحده شافتك من عيلته وقالت له هو مين ده فلان اللي كانت فلانه بتسلم عليه بحراره قوي. لما انت تكوني سبقتي هو اطمن، لما يسمع من بره ويسالك حطيتي نفسك في موقف متهم بيجاوب.
فما تخلوش أي حاجة من الحاجات دي تهز الثقة، سواء في التعارف أو في الخطوبة أو بعد الجواز. يبقى اتكلمنا على المدة بتاعة التعارف، اتكلمنا عن الصراحة، اتكلمنا عن العاطفة، اتكلمنا احذروا الكذب من أجل الثقة. طب الحمد لله لسه في 7 دقايق. فاكرين لما اتكلمنا على دعائم الارتباط قلنا العقل، وقلنا ايه تاني؟ العقل بيبحث ايه؟ الاختلافات والامكانيات. وبعدين قلنا النضوج، وبعد النضوج قلنا الاهل في دعائم الارتباط. الدعيمه الرابعه بتاع دعائم الارتباط، او الدعامه الرابعه بتاع دعائم الارتباط هي الله. وانا عاوز ابتدي بالسؤال، وفكر قبل ما تجاوب. هو ربنا ليه دور في الارتباط ولا ملهوش دور في الارتباط؟ طبعا عشان انتوا جوه كنيسه هيكون الديفولت طبعا ربنا ليه دور في الارتباط. مش عارف، انا عايز اكون نيوترال وافكر، علشان اوقات بنظلم على ربنا في حاجات ملوش علاقه بيها. ربنا ليه دور في الارتباط ولا ملوش ليه دور في الارتباط؟ حد عنده اجابه؟ احرجتكم، خوفتكم الاجابه. طب بص يا ولاد، مش ربنا هو اللي خلق فينا دوافع الارتباط؟ مش ربنا هو اللي خلق فيها الغريزه، وخلق فيها الاحتياج العاطفي، وخلق فيها الاحتياج النفسي، ان لما ادم كان لوحده حس بوحده؟ يبقى الدوافع اللي ربنا خلقها جوانا ده دور الهي بيأهلني للزواج، وبيخليني عندي الرغبه من اجل الارتباط. ده مين اللي خلقه فيا؟ ربنا. يبقى ربنا ليه دور انه خلق فيا. 2، ضوابط الارتباط. العقل اللي بيفكر امتى وكان وفين وهي بنت مين وراكبه عربيه ايه وانا لسه بتشعبط في الميني باص، مش ده عقل ربنا خلقه فيك؟ يبقى ربنا خلق فيك دعائم الارتباط، وخلق فيك ضوابط الارتباط. خلق فيك العاطفه، وخلق فيك العقل، وخلق فيك وادالك الاسره. والكلام ده اللي احنا قلناه في اول 2 3 يعني ربنا هيأك كإنسان للارتباط، وبالتالي دور ربنا سابق طالما ان فيك عقل الى اخره. يعني يا ابونا ممكن انسان ما يكونش ليه علاقه بربنا وجوازته تكون جوازه ناجحه؟ مين يقدر يجاوب على السؤال ده؟ ممكن انسان ما يكونش ليه علاقه بربنا ويتجوز جوازه ناجحه؟ لا. طب انا هقول لك حاجه، ايه رايك ان ممكن جدا يجيب لك حياه واحد فيلسوف ملحد عنده 90 سنه ومراته عندها 88 سنه، وهما الاثنين عاملين كده، وبعدين بيلاقوا بتاع، وبعدين بيكلموهم في عملوهم بقى لقاء تلفزيوني، ويقول لهم ايه بقى؟ يقول لهم دي احلى حاجه في حياتي، وانا حبيتها مش عارف من واحنا كان عندنا 27 سنه في جامعه السوربون، وبعدين نقلنا مرسيليا واتجوزنا وقضينا شهر عسل في كان، وقعد يتكلم على فرنسا واللي فيها، ودي صديقه عمري، وجبنا 3 اولاد والثلاثه بنحبهم وبيحبونا وبيودونا، وعندنا احفاد 7 احفاد، وجواز مثالي. الله، هو ممكن يكون واحد ملحد وجوازه ناجح؟ امال انت قلت لكم لما انا سالتكم سؤال انكسفتوا كلكم عشان حافظينه ومش فاهمين. قلت لكم هو ممكن يكون في جواز ناجح ما فيهاش ربنا، قلتوا لي لا طبعا حافظين. لا، الحقيقه في ملحدين مبسوطين وحياتهم الزوجيه حلوه قوي. صح ولا مش صح؟ الله، انت هتلخبطني يا ابونا. يعني ربنا ما تقول لنا من الاخر هو ليه دور ولا ملوش دور؟ هو الحقيقه بدوافع الارتباط وضوابط الارتباط ربنا ادانا الامكانيه ان اي انسان حتى مش بالضروري يكون من الكنيسه ومش بالضروري يكون مؤمن بالله ممكن يتجوز جوازه بالضوابط اللي احنا قلناها وتبقى جوازه ناجحه. ما كانش عشمنا فيك كده يا ابونا تتجاهل ربنا وتطلع بره الدايره. لا، استنى بقى اللي جاي. انا بتكلم على اي انسان، اما الانسان الروحاني اللي بيحب ربنا من كل قلبه مش هدفه انه يتجوز. عنده هدف انه يتجوز، بس الهدف التاني انه يبني كنيسه صغيره. واللي عاوز يبني كنيسه صغيره مش ممكن يتجاهل الله في اختياره ابدا ابدا ابدا، عشان هو عاوز يبني كنيسه ومسبح بيصلي لربنا ليل ونهار،
عارفين الإنسان الروحاني لما يجي يفكر في الارتباط بيدخل ربنا في الارتباط من سن كام؟ هحكي لكم حكاية حكتها لي واحدة كبيرة قوي في السن دلوقتي، كانت بنت من بنات أبونا أشعية ميخائيل اللي كان بيخدم في الظهر وألف كتب كتيرة قوي راح نفسه. ابونا وهي في اولى اعدادي بتقول لي جابني في اولى اعدادي، انا بتكلم على واحده دلوقتي اوفر 70 يعني، بس هو جابني في اولى اعدادي، قال لها تعالي هنا، كان هو كان بقى له كتير يعني في اولى اعدادي تاني اعدادي، قال لها تعالي يا بنت انت مش شكلك هتطلعي رهبه. قالت له ابدا انا مش بتاعت رهبانه، ضحك يعني. قال لها يعني هتتجوزي؟ قالت له هتتجوز. قال لها ايه رايك كل يوم من النهارده تقولي له لو سمحت ليا بالجواز، يبقى الانسان من ايدك عشان ابني بيت صغير زي بيتك اللي هو الكنيسه. توعديني يا بنتي كل يوم هتصلي من أجل الصلاة دي؟ قالت لي أنا بصلي للارتباط ومفيش في دماغي حب ولا عاطفة ولا أي حاجة غير اللي قاله لي أبونا أشعية ميخائيل، إذا كنت عايزة بيتك يبقى كنيسة تصلي من النهاردة أن يبعت لك إنسان بحسب صلاحه، ولو مش هيبعت لك إنسان ومش هتتجوزي خالص أفضل ما أنك تتجوزي واحد يتعبك وبيتكم ما يبقاش بيت كنيسة. فأبونا اداها كل الأوبشنز. قالت لي ومن ساعتها من وانا في تانية اعدادي ليل ونهار بصلي من اجل الارتباط، لانه اخطر قرار في الحياة عليك وعلى اولادك اللي هتجيبهم، لان لو الزواجة فشلت مش انت اللي هتبقى متألم وبس، ولادك هم اللي هيدفعوا الثمن كله، هيسفوا التراب وعندهم احساس بالخزي لما اصحابهم يقول له بابا فين وماما فين، وليه بابا في بيت وماما في بيت. عشان كده نكون مدققين جدا جدا في الارتباط، ولازم نصلي له مش لما يكون في عريس. اقول لكم على واحده تانية انا اعرفها، يمكن يعني مش هقول تفاصيل، لكن البنت دي انا ما كنتش باخد اعترافها بس انا اعرفها، يعني ممكن تيجي تسالني في موضوع. يعني البنت دي ما كانش عليها يعني ما عرفتش حد من الشغل، فكان كل شويه يقولوا لها في واحد ده هي بتاعت ربنا، ده خادم في الكنيسه الفلانيه، ده امين خدمه، ده شماس، فتقول لهم ما فيش مانع اشوفه. عارفين كانت بتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تصوم 3 ايام صوم درجه اولى من غير بيض ولا لبن ولا سمك، يعني صوم درجه اولى زي الصوم الكبير اللي احنا داخلين عليه. فكانت امها تقولي طب شوفي يا بنت الاول وبعدين خدي فترة صوم قبل ما تقولي أو لا. تقول لا، ما أنا ممكن لم أشوفه حاجة جوايا تتعلق بيه وما يكونش ده صوت ربنا، فأصلي وأصوم عشان ربنا يقول كلمته لما أشوفه. ناس حاسة بخطورة الارتباط وقيمته، وفاهمة إن الارتباط عبارة عن كنيسة بنبنيها، وفاهمة إن الروب اللي أنت بتلبسه في الفرح ده مش عشان التصوير والفيديو، ده علشان الكنيسة بتقول لك ان ده لبس الكهنوت، لانك هتكون مسؤول عن خلاص اهل بيتك لما تتجوز. علشان كده الانسان الروحاني بيصلي ليل ونهار من اجل الارتباط، حتى لو ما كانش هيتجوز دلوقتي، لان هدفه كنيسة، واللي هدفه كنيسة هيدشنها له مين؟ الروح القدس، فبيبقى مهتم ان يدخل مين؟ ربنا. فبيصلي كتير قوي قوي قبل الارتباط. ربنا يديكم نعمة. هنكتفي بالسلسلة دي لغاية هنا علشان نخش الصوم بموضوع روحي، وربنا يديكم نعمة فوق نعمة، واللي متجوز فيكم يعلم ولاده، واللي مش متجوز فيكم يذاكر اللي احنا قلناه. لإلهنا كل مجد وكرامة الآن وإلى الأبد آمين.